السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير، بقالي كتير ما نزلتش اي حاجة، وكنت مقررة اني ما عندش هنزل حاجة كمان، بس حبايبي بقى اقنعوني ان انا ارجع انزل تاني. فقلت ابدأ انزل فيديوهاتي تبقى اول حاجة تنظيفات العيد. زي ما قلت لكم قبل كده، انا بحب اعمل المطبخ اخر حاجة في التنظيفات، بس المرة دي بدأت بالمطبخ. قلت المطبخ نظيف ومش هياخد معايا وقت، وانا اصلا الطبيعي بحب اخلص كل حاجة ورايا قبل الوقفة بيوم. بكون مخلصة شقتي ومخلصة كل اللي ورايا، عشان ما يبقاش عندي اي حاجة تتعمل يوم الوقفة اكون فاضية. نسيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم. ربنا يتقبل منا يا رب صيامنا، اللي صايم ربنا يتقبل صيامه، وربنا يتقبل اعمالنا. اللهم امين يا رب. كل صايمين ربنا يعينهم. الحمد لله صايمين. فقلنا نعمل الشغل ده قبل الفطار، لان طبعا وقت ما بنفطر يبقى الموضوع صعب جدا جدا. بعد الفطار معرفش ايه اللي بيحصل. انا اصلا من اخر ساعة قبل ما بفطر بكون خلاص يعتبر فقدت الوعي. فقلت اقسم الشغل كده عشان ما اتعبش واعمله كله مرة واحدة. خلينا اقسمه. نبدأ بالمطبخ وبعد كده هنكمل بقية الشقة واحدة واحدة مع بعض كده. اهلا وسهلا بكل حبايبي اللي اشتركوا معايا جداد. نورتوني. وجودكم في حياتي ده شرف ليا. اهلا وسهلا بكم في قناتي، واهلا وسهلا بكم في عيلتي الصغيرة. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا، لو لأول مرة تشوفي الفيديو بتاعي اضغطي اشتراك واضغطي لايك عشان يوصلك كل فيديوهاتي ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف احنا بنعمل ايه في المطبخ. اول حاجة بدأت بيها، قلت اغسل الحيطان الاول، وبعدين هغسل السقف. يعني هخلص الحيطان والارضية والسقف هخلصهم هما الاول، وبعد كده هكمل اغسل البوتاجاز. ترويقة عادية جدا، موضوع مش صعب، لان زي ما قلت لكم المطبخ ما كانش اصلا يعني ماهوش يعني تنظيفه سهل. تنظيفته سهلة لانه يعتبر كان نظيف. زي ما وريتكم في البداية، قربتلك الصورة على البلاط. بلاط نظيف، غسلته بس كده بالسلكة. اللهم صل على سيدنا محمد. اوعوا تسرحوا. يلا، لسه لحد هنا وما حطيتش لايك، حطي لايك. يلا، اللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك. خلي عائلتنا تكبر بيكم. هنا بقى بشطف الحيطه زي ما قلت لكم. انا بغسلها، هي غسلتها الاول. انا هغسل من فوق بس، مش هجيب المقطع بتاع، بس وانا بغسل فوق كده هكملها انا لوحدي. بعد كده هننزل نكمل على البوتاجاز على طول. يلا، لو لسه ما عملتيش تشجعي وتنشطي وقومي شوفي وراكي ايه اعمليه. ابدأي بحاجة حاجة وواحدة واحدة. ولو صايمة زينا اعمليها حاجة حاجة عشان ما تتعبيش وتهبطي، لان اليوم طبعا صعب جدا. ربنا يعيننا يا رب. ابدأي واحدة واحدة. زي ما انا قلت لك كده، انا قسمت الشغل واحدة واحدة. هعمل النهاردة المطبخ، بكرة هعمل باقي الشقة، بعده هعمل السلم. كل يوم حاجة. يعني هقسم يومي. هقسم كام يوم دول كده، كل يوم هعمل حاجة وكل يوم انضف جزء، عشان ما اجيش على نفسي قوي. تبقى الحاجة خفيفة معانا كده، ما تقليهاش على نفسك.
قومي صلي على النبي كده واستغفري ربنا وابدأي اعملي اي حاجة في شقتك عشان تخلصي قبل يوم الوقفة. يوم الوقفة يجي عليكي وانت فاضية، يبقى عندك وقت انك تقعدي تستغفري ربنا وتذكري الله ونستعد ليوم عرفة كده، يبقى عندنا وقت لربنا. بس هو اليوم ده عايزنا نبقى فاضيين ليه هو بس. يلا استعدي وقومي تنشطي وتشجعي وشوفي وراك ايه، اعمليه بسرعة. عادش قدامك غير 3 ايام بس. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ربنا يسعد قلوبكم يا رب انتوا وكل حبايبكم. انا زي ما قلت لكم خلصت الحيطة كلها ونزلت على طول على غسيل البوتاجاز. هخلص البوتاجاز وهنشفه وننقل على ترويقة الرخامة بقى بالحوض، واحدة واحدة. والموضوع بتلاقيه بسيط وسهل، ما تكركبيش كل حاجة عليكي مرة واحدة، هتلاقي الموضوع صعب جدا. لو كركبتيها وسبت كل حاجة تبقى في يوم واحد هتحسي بان الموضوع صعب جدا ومتعب جدا وما هتبقيش عايزة تعملي حاجة اصلا. لكن بسطيها على نفسك هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط والله. الحمد لله يا رب، ربنا يديمها علينا نعمة. إيه، احنا قادرين نعمل اي حاجة لنفسنا. هنا خلصت البوتاجاز، هنروق بقى الحوض نغسل المواعين بتاعتنا. زي ما قلت لكم من شوية انا بفطر ببقى خلاص فقدت الوعي، ما بقدرش اقوم اعمل اي حاجة بعد الفطار. بشرب مية بس، هو ده اللي انا بعمله بعد ما بفطر. فسبت دي المواعين بتاعتي كلها زي ما هي زي ما انتم شايفين. هنغسلها وهنروق المطبخ، وفي ايه ده في ثواني هتلاقي كل حاجة بقت زي الفل. كل حاجة. سمي الله وصلي على النبي واستعدي وادخلي كده وتشجعي وتنشطي، وهتلاقي كل حاجة اتعملت معاكي في ثانية من غير ما تحسي بتعب والله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكروا بعض دايما بالذكر الله والصلاة على النبي. ربنا ييسر الأمور يا رب العالمين. هنا خلاص خلصت الرخامة بالحوض، وخلصنا البوتاجاز ونشفته. هنشف بقى الأرض. شوفوا طبعا أنا هدومي كلها بقت مية، عبارة عن مية زي اللي كأني كنت بغسل أنا هدومي، ما بغسلش الحيطة. هنا خلاص خلصنا. والله بأمانة ربنا هو أخد معايا أقل من ساعة كنت مخلصة كل حاجة. في أقل من ساعة أنا داخلة المطبخ. إيه يعني صلاة الظهر ودخلت هي تقريبا نص ساعة أو 3/4 ساعة، ما ياخدش وقت أكتر من كده. هنا خلاص هنشف البوتاجاز تاني مكان المية اللي نزلت من على الرخامة والكلام ده. بس بعدله لأن أنا بشده من مكانه وبغسل وراه الأول وبرجع تاني أرجعه مكانه. هنا خلاص خلصنا كل حاجة والحمد لله الدنيا بقت زي الفل. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم. يلا وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك وما ضغطتيش اشتراك، اضغطي لايك. لو لسه ما حطيتيش اللايك اضغطي اشتراك لو لسه ما اشتركتيش. ويلا قومي لو لسه ما عملتيش حاجة زي ما قلتلك، قومي تنشطي وتشجعي وصلي على النبي واذكري الله وابدأي يومك وابدأي تروقي شقتك. يلا قبل يوم عرفة تكوني مخلصة كل اللي وراكي. يلا بسرعة. هنا خلاص دي اخر حاجة هشطفها اللي كان فيها المنظفات بتاعتي، هغسلها ويبقى خلاص خلصت المطبخ بتاعي. الحمد لله. تنتظروني في فيديو الجاي ان شاء الله، روتين جامد ترويق الشقة، هيبقى روتين حلو جدا ان شاء الله. انتظروني. يلا انزلي بسرعة اشتركي، لايك، تعليق حلو منك، ومتنسينيش بدعوة حلوة منكم. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.